من أسباب إعانة الله عز وجل لك أن تقف في صلاة الفجر تدنو منك ملائكة الرحمن، تبدأ النفس تتعلق بالسمو بالعلو، فتعلم بعد ذلك المطالب العظائم التي لها. أحيي يومك ما استطعت بذكر الله، فإن ذكر الله عز وجل أنس السرائر وحياة الضمائر وأقوى الذخائر. وهذا قد يكون بينك وبين نفسك، لأن غالب الحال لا يسمح بالجهر، لكن إن وجدت حين من الفرص فأكثر من قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، وأكثر من دعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. مما يعينك على السمو في عالم الأرواح إذا أظلم الليل لا يفوتنك أن يكون لك حظ من صلاة الليل ولو يسيرة ولو أدنى الكمال 3 ركعات، فإن هذه ال3 ركعات تعينك في نهارك. ويأبى الله عز وجل أن يذل في النهار من اعتز بطاعة الله جل وعلا في الليل. محال، الله عز وجل